قال بعض السلف كلمة جميلة، قال: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، لا ينقل خطواته هكذا، بل يتفقه في ممشاه ثم يتحرك. قبل أن يخطو ينظر فيما سيخطو إليه، أهو خير أو شر؟ إن كان خيرا تحرك، إن كان شرا كف خطاه عنه ولم ينقلها إليه. لأن الخطى قد تنقل المرء إلى رفعة وعلو وسعادة في الدنيا والآخرة، وقد تنقل المرء إلى الفساد، قد تنقله إلى الفساد، إلى الضياع. ولهذا يحتاج المرء فعلا إلى أن يكون بوابا على نفسه من جهة الخطى، متفقها في ممشاه، أهو إلى خير أو إلى شر، يمشي بفقه، يمشي ببصيرة. وهذه الخطى تكتب له في عمله الصالح إن كانت مشيا إلى خير، وتكتب له في عمله السيء إذا كان مشيا إلى فساد وشر وضياع وإجرام.